والله العظيم اللي بيحصل في ريال مدريد دي ما شفته في فرقه درجه تانية ولا يحصل مع فرقه درجه تانية. يعني انا لو بسمع الخبر دوت عن مثلا المنصوره هقول ماشي، نبروه هقول ماشي، فرقه الحمول هقول ماشي، السنبلاوين هقول ماشي، كيرنس هقول ماشي. اما الفرق خبر اللي انا سامعه ده اهو عن ريال مدريد اعظم فريق في العالم اللي المفروض يكون فيه اقوى جهاز طب في العالم، انا مش فاهم. يعني ايه مبابي بيعالجوه غلط؟ يعني ايه مبابي بيعالجوا الرجل السليمه وسايبين الرجل المصابه ما بيعالجوها؟ انا مش فاهم. يعني ايه الجهاز الطبي بيقول لك ان مبابي سليم ولما ينزل يتضاعف الاصابه عنده بسبب ان هم بيعالجوا الرجل الغلط؟ وكل دي اكتشفته صحافه فرنسيه مش عارف اسمها دي ام سي، تقول لك ان الرجل اليسرى المصابه ريال مدريد ما بيعالجهاش، بيعالج الرجل اليمنى. ومبابي اكتشف الموضوع فراح لواحد اخصائي في فرنسا قال له ان الجهاز الطبي كله في ريال مدريد المفروض يشاه. انا مش متخيل اللي بيحصل في ريال مدريد، كميه التخبط الموجوده في ريال مدريد ده خبر والله لو بسمعه عن فرقه درجه تانية ما هصدق. يعني انا برجلي الشمال هي المصابه ويعالجوا لي رجلي اليمين؟ ده ايه يا عم، ايه العجب ده؟ ولا وللدرجه دي تقوم قايل لك ايه؟ طب مبابي بقى ما سليم قاعدين يعملوا له اشاعات على الرجل السليم فينزل فيصاب اكتر فيتضاعف الاصابه. في فلما ينزل يحصل اللي حصل.